السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم أن هناك ساعة في يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء؟ ساعة لو وافقتها وأنت تدعو الله بصدق استجاب لك دعاءك مهما كان. في هذا الفيديو سنكشف عن وقت هذه الساعة العظيمة، وما هي أفضل الأدعية التي تقال فيها، ونصائح مهمة لتحصيل بركتها، فتابع للنهاية. يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ومن أعظم فضائله وجود ساعة الإجابة. اختلف العلماء في تحديد أوقاتها، لكن أقوى الأقوال تدور حول وقتين: 1. الساعة الأخيرة بعد العصر إلى المغرب. 2. من جلوس الإمام على المنبر حتى انتهاء الصلاة. والراجح عند كثير من أهل العلم أنها في الساعة الأخيرة من الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها آخر ساعة بعد العصر. ماذا أفعل في هذه الساعة؟ 1. اجلس متفرغا وكن على طهارة. 2. أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. 3. خصص قائمة أدعية لأمور تهمك، مثل الهداية والرزق والشفاء وصلاح الذرية والفردوس الأعلى. 4. ادعو بإلحاح ويقين ولا تيأس. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، ووفقني لما تحب وترضى، وبلغني الفردوس الأعلى بغير حساب. اللهم اجبر كسلي واغفر لي وارزقني من حيث لا أحتسب. لا تضيع هذا الكنز العظيم في يوم الجمعة. خصص وقتك للدعاء، فإنها ساعة لا ترد بإذن الله. ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع من تحب، فقد يكون سببا في استجابة دعاء شخص محتاج. اكتب في التعليقات دعاء تريده، لعلنا نؤمن عليه جميعا فيستجيب الله لنا ولك. ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.